السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح مشاهدين، اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض ان شاء الله القرنبيط بطريقه حلوه جدا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع القرنبيط البانيه مقرمش من بره وطري من جوه ولذيذ جدا جدا، هتحبيه بالخلطه اللي هنعملها مع بعض دلوقتي. خلطه حلوه جدا جدا، وكمان القرنبيط مش هيبقى شارب زيت خالص وهيبقى جميل جدا جدا. هيعجبكم الطريقه ان شاء الله. يلا بينا نشوف الطريقه ازاي. يبقى معانا ان شاء الله احلى من البانيه اللي هو بانيه الفراخ، ده البانيه الكداب تحفه تحفه، او بانيه الغلابه. اول حاجه بسم الله، معانا هنا القرنبيطه بنشيل الراس بالشكل ده وبنقطعها، بنقطع الزهره واحده واحده زي ما شفنا قبل كده في الفيديو السابق طريقه تخزين القرنبيط ومخلل القرنبيط. اتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. يبقى معانا كده نقطعه بالشكل ده بالراحه واحده واحده كده عشان ما نبهدلش الزهر بتاعه. فبنقطع الراس وبعد كده بنقطع الزهره واحده واحده، بتطلع معانا بكل سهوله بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبتقطعيه بالحجم اللي يريحك. بسم الله كده الزهره بالحجم ده، انا بحب الحجم ده. وبعدين الحجم ده فايدته كويس جدا لما بتكوني بتقليها زي ما هنقليها بعد مع بعض ان شاء الله برضو. ان انت بتاخد يعني كميات كبيره. الولاد بيحبوا الحاجات دايما الخلطه اللي هي بتبقى على القرنبيط، حتى لو الاولاد ما بيحبوش القرنبيط بياكلوها علشان الخلطه دي. بتعملي طبعا الحجم بتحبيه. طبعا نقطعها بقى مع بعض بالشكل ده، كل القرنبيط كله الزهر معانا كده بالشكل ده. هنيجي من هنا كده من عندنا كده عشان ما نبهدلش الزهره بتاعت القرنبيط، بتطلع معانا بسهوله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. وبعد كده نيجي هنا كده اهو ونقطع زي ما احنا عايزين كده اهي، بتنزل لنا الزهر. وبعد ما قطعنا التقطيع بالشكل ده كل مع القرنبيط بنروح على مرحله السلق. يلا بينا. بعد كده هنا يا حبايبي علشان نسلق القرنبيط هنعمل ايه بقى بالشكل اللي احنا شايفينه. غلينا الميه طبعا، هنحط الميه تغلي، وعلشان زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا هنعمله بطريقه حلوه جدا للناس اللي هي تعبانه وعندها اللي هي مرض القولون وكده. بتتعب طبعا من القرنبيط والحاجات ديت، وهو جميل جدا والناس بتحبه. فهنعمل حاجه حلوه قوي هتفيدهم جامد، اللي هي بعد ما بتغلي كده هنجيب كوبايه لبن بالشكل ده او نص كوبايه على حسب الكميه اللي انت عاملاها بالشكل ده كده. معلقه كده كبيره كمون بالشكل ده كده. وده بقى اختياري، قرن شطه اختياري، بس ده انا حطاه عشان يديني طعم الحراره بتاعه الشطه مش اكتر من كده طبعا. ماشي. وهنضيف كمان معلقه ملح. بعد كده بقى هننزل بالقرنبيط لحد ما يستوي معانا، وهنسويه نص تسويه عشان ما يتهرش معانا بالشكل ده كده. بسم الله. لحد ما يغلي معانا، وبعد كده نشيله. وفي الفتره دي بقى حابه تقليه بعد كده وتحمريه يعني وتخزنيه تمام. عايزه تقليه زي ما هو مسلوق كده برضو تمام. فانت جربي الطرق كلها والطريقه اللي تعجبك اعتمديها واشتغلي عليها. بس زي ما قلت لكم قبل كده انا بحب اخزنه زي ما هو كده، افضل طريقه عن تجربه اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده في الفيديو اللي قبل كده، ان انت تخزنيه زي ما هو من غير ما تسلقيه ولا اي حاجه، بيبقى حلو جدا. ويا ريت الناس اللي شافت الفيديو قبل كده وجربته تعرفني النتيجه معاها. انت بتخرجيه بعد كده بقى وبتسلقيه عادي اللي هو بيبقى عنده حاله. وده شكله بعد ما استوى، بعد ما غلى شايفين اهو. بنضغط عليها كده نلاقيها خلاص استوت معانا، بس مش مستويه جامد عشان ما تتهرش معانا. في الوقت ده بقى بنصفيه ونرجع مع بعض تاني نشوف هنعمل ايه. بعد كده هنا معايا كوبايه دقيق بالشكل ده كده. هضيف عليها البهارات كمون كزبره ملح فلفل اسمر شطه للي حابب طبعا وكركم ورشه كربوناتو ونص معلقه صغيره بيكنج باودر. ونقلبهم بالشكل ده كده
هضيف معلقه نشا وبيضه، والبيضه طبعا اختياري ممكن تستغني عنها مش مشكله. وهضيف معلقه خل علشان ريحه الزفاره اللي هي بتاع البيض، ونص كوبايه لبن، وهنقلبهم كويس لحد ما تبقى معانا عجينه سايله. هكمل بميه. لحد ما بقت معايا عجينه بالشكل ده هضيف عليها معلقه كزبره، وبكده يكون تمام معايا الخلطه التتبيله بتاعه القرنبيط. بعد كده معلقه كبيره توم مفروم مع فلفل. انا بعمل الخلطه دي دايما زي ما قلنا قبل كده وبعينها في التلاجة، وهنقلب بقى كله مع بعض كده تكون التتبيله بتاعتنا جاهزه. كده عندي هنا كوبايه دقيق، هضيف عليها معلقه صغيره نشا، رشه كركم، كمون، وهضيف معلقه كبيره من الفيجيتار اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. هسيب لكم الرابط بتاعه وهقلبها كويس. هضيف معلقتين كزبره خضراء شبت او كزبره اللي موجود عندك، ولو مش حابه الاضافه دي مفيش مشكله خالص، بس هي بتدي لها ريحه حلوه برده وطعم حلو. كده تمام معايا بقى هنا اهوت اللي هو القرنبيط. بعد كده هنضيفه بقى فيه كده زي البانيه، احلى من الكنتاكي، هيعجبك جدا بالطعم بالطريقه دي، جربوه.